وصل لي حاجات حلوه جدا للصيف من شي ان، تعالوا ان احنا نشوفها مع بعض. بس لو في حد اول مره يشوفني، هاي انا اسراء بسيوني، بيكون عندي فيديوهات ليها علاقه بالموضه والازياء. فلو انتوا بتحبوا نوعيه الفيديوهات دي بليز اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا الفيديوهات الجديده. وبس كده خلينا ان احنا نبتدي مع بعض. طيب اول قطعه معانا ده بنطلون جينز. انا خايفه من المقاس لان انا عاده يا اما بشتري مقاسات اللي هي 4 6 8 او مثلا بشتري سمول ميديوم لارج. فالمقاسات بتاعه البنطلون ده كانت 26 27 28، فانا مش عارفه اظبط مقاسي بالظبط. فقلت اجيب مقاس اوسع، ولو طلع واسع احسن ما يطلع ضيق. هو اصلا بارل جينز اللي هو بيكون واسع كده من هنا ونازل بضيق، وفي السترادز دي. فحسيت ان هو حلو قوي كول كده. هنشوف المقاس مع بعض لان زي ما قلت لكم انا شاكه، بس عامه هو الموديل بتاعه كان عاجبني قوي، فتعالوا ان احنا نجربه ونشوفه في اللبس هيطلع عامل شكله ايه. بصوا ده كده البنطلون طلع زي ما انا متوقعه، طلع واسع قوي، يعني محتاج حد اكبر مني مقاسين مثلا. بس هو الموديل بتاعه حلو قوي. ده تخيلوه بس لو كان مقاسي كده اضيق، واضيق من هنا سنه واضيق من تحت سنه، كان هيبقى خطير. يعني انا بجد متضايقه ان هو مقاسه عادي. الجينز بتاعه قماشته تقيله مش خفيفه، الوش بتاعه حلو قوي. وطبعا عشان المقاس كبير انتوا عارفين انه كده كده هيكون موجود عندي في الستور اسراء بسيوني كلوزت. للناس اللي ما تعرفش، انا فيديوهات المشتريات دي كلها بكون عايزاها عشان اوريكم ايه الترندز، افكار مختلفه تقدروا ان انتوا تلبسوها. لكن انا مش بلبس كل اللبس ده خالص، فبالتالي بعرضه عندي في الستور اسراء بسيوني كلوزت. الحاجات بتبقى جديده وعمرها ما اتلبست، فبتاخدوا الحاجه كانكم شاريينها من شي ان. والحاجات بتكون بنفس السعر، مش بكون مزوده سعر الجمارك. وساعات كمان بكون عامله لكم ديسكاونتس بتبقى عاليه قوي، فبرضو تبقوا تروحوا. بكون سايبه لكم اللينك في الديسكربشن تحت. وكده كده انا اصلا بكون سايبه لكم لينكات القطع دي كلها، بكون سايبه لكم الديسكاونت كود بتاع شي ان، عشان الديسكاونت كود بيديكوا up to 15% off على الحاجات بتاعت شي ان كلها واوردرات شي ان كلها. وبكون سايبه لكم اللينك بتاع الستور عشان لو حابين اي حاجه من الحاجات دي تقدروا ان انتوا تشتروها. فلو واحده مقاسها اكبر من مقاسي، البنطلون ده هيبقى بيرفكت. بس من الحاجات اللي طالعه موضه قوي، عارفين البس الموضه اللي هي بيكون سكوير نك، فده عجبني وعجبني اللون بتاعه جدا. بصوا هو ده كده التوب، لونه حلو جدا، الموديل بتاعه حلو وجديد. يعني انا عارفه ان الفيستات بقالها فتره موضه، بس زي ما قلت السنه دي اللي طالع موضه هو السكوير نك، فعجبني قوي السكوير نك. اي ثينك ده كان ليه البنطلون بتاعه، فانتوا ممكن تشتروه بالبنطلون ويبقى عندكم السوت. بس هو برضو حلو قوي. ومن ورا هو مقفول، ومن ورا ممكن ان هو يضيق لو انتوا مثلا كنتوا طالع واسع عليكم، بحيث ان انتوا تعملوا السيرست ويست. بعدين بقى عندنا فيست تاني برضو من الحاجات الترندي جدا. طبعا جايز قبل ما نبتدي، ده مش فيديو ستايلينج، كل حاجه هيتعمل لها ستايلينج لوحده، كل حاجه هوريكم طرق مختلفه نعمل له ستايلينج ازاي. فتابعوني في الانستجرام عشان تشوفوا الستايلات اللي بتنزل هناك. سو التوب بجد حلو قوي، والموديل بتاعه فورمال شويه للناس اللي ان هي بتحب الستايل الفورمال الاولد ماني. اي لاف ات. برضو ممكن تلبسوه على بنطلون ابيض فورمال وتخلوه طقم يبقى اولد ماني جدا، بس ممكن ان انتوا تلبسوه على جينز. انا بحب الحاجات دايما ان انا ادمج الستايل الفيمينين او الستايل الفورمال الكلاسيك مع حاجات كاجوال جدا. بحسهم بيدوا في الاخر منظر حلو، ويبقى فعلا الطقم بتاعكم ستايل. فانتوا تعودوا لو عايزين ان انتوا تخلوا الحاجه تبان ان انتوا مختلفين او ستايلش، تاخدوا حاجه فيمينين قوي مع حاجه ماسكلين قوي، او حاجه فورمال جدا مع حاجه كاجوال قوي، تدمجوهم مع بعض هتلاقوا ان الطقم يطلع من الحاجات اللي انتوا بتشوفوها على النت. فده برضو ممكن ان انتوا تدمجوه مع حاجه كاجوال، او ممكن تدمجوه برضو مع حاجه فورمال لو انتوا عايزين الطقم يبقى هادي وكلاسيك كده، ويبقى بتلعبوا في السيف سايد. ففي ديتيلز زراير بالذهبي حلو قوي. بصوا عندنا بقى ده فستان سواري. تقريبا انا كل مره بعمل اوردر لازم اشتري فستان سواري، لان حاجات شي ان سواري بجد خطيره. وده من الحاجات الموضه جدا. طبعا نبتدي ان هو لونه بينك من الحاجات الموضه. ثانيا هو ادوار كرانيش كده ماكسي، فهيبقى كيوت قوي وموضه. يعني انا كل ما افتح بنترست الاقيهم كلهم لابسين فساتين زي كده، فعجبني قوي. حسيت ان هو كمان هيبقى مختلف. فتعالوا ان احنا نجربه ونشوفه في اللبس هيبقى عامل ازاي. بس ده من الايتمز اللي انا متحمسه لها جدا. بصوا يا جماعه بجد قد ايه كيوت، خطير،
حلوة قوي فكرة الادوار الكرانيش، زي ما قلت لكم من الحاجات اللي طالعة موضة ومن الحاجات المختلفة. احنا يعني بقالنا سنين ما اظنش ان ادوار الكرانيش من الحاجات الموضة. هي الرافلز I just love it، حلوة قوي واللون بتاعه رقيق جدا، حلو قوي بجد، عجبني جدا. يعني ده في اي wedding whether it's indoors او outdoors هيبقى حلو، بس في الاوتدورز wedding اللي احنا بنبقى محتاجين لها حاجات بسيطة اكتر ده هيبقى خطير. بصوا تقدروا ان انتوا ترقصوا كده، كل مرة هترقصوا تلفوا هو هيلف معاكم. كول جدا، كيوت قوي، فيمنين جدا، I just love it. القطعة اللي انا كنت مستنية الاوردر عشانها هي ست، بس الست كيوت قوي. سكيرت فيها كده شغل امبرويدري بالابيض، رقيقة قوي، ومن تحت كده متحددة برضو بالابيض، وعليها التوب بتاعها. توب كده مفروض ان هو يا دوبك يلمس حرف السكيرت، فيبقوا الاتنين حلوين قوي مع بعض، رقيقة قوي. دي متخيلة بقى مصايف تنفع، عندك شات بيرتيه وعايزه خارجه فورمال شويه تنفع، خطوبه في البيت تنفع، انتي خارجه وعايزه يبقى شكلك حلو تنفع. فقلت من الحاجات اللي هي فيرساتايل قوي وكان لازم انها اجيبها. هو ده الطقم كيوت قوي، تحسوه كده فستان اميرات. برضو ده ينفع على فكره، ممكن ان انتي تروحي بيه برضو فرح اوبن اير في الجاردن، يبقى جميل. هو فيرساتايل قوي بس انا حبيته. برضو ممكن تلبسي دي التوب على بنطلون جينز، وممكن دي تلبسي عليها توب ابيض، تقدري ان انتي تغيري في الستايلينج، ودي احلى حاجه في الساتس انا بحبها قوي. so cute، حبيته جدا. الشغل اللي فيه حلو، يعني الامبرويدري، التقفيل اللي هو من تحت ده جميل جدا. دي انا جايباها مقاسي وهي مظبوطه، ما كبروش ما تصغروش في المقاس، هي كده مظبوطه قوي. بعد كده بقى عندنا ده فستان يبقى حلو جدا في الصيف في المصايف، من عند ميس جرايدد، برضو من اكتر البراندز اللي انا بحبها، اللي هو حمالات استك من عند الصدر والباقي واسع. فزي ما قلت لكم ده يبقى حلو جدا في المصايف، حبيت جدا اللون الاوليف جرين بتاعه. تعالوا نقويه ونشوفه في اللبس هيبقى عامل ازاي. بس كلاسيك مصايف مش بتفضل، يعني ده تشتروه السنه دي ممكن بعد 10 سنين تفضلوا تلبسوه في المصايف، وبرده في الصيف هيبقى حلو قوي. ممكن لما الدنيا تبدا تسقع شويه على جاكيت جينز، يعني هو برده بيقدروا تعملوا له ستايلنج بطرق كتير. بصوا خطير، اللون بتاعه حلو جدا، موديله سيمبل جدا بجد للمصايف، زي ما قلت من الموديلات الكلاسيكس اللي مش بتبطل. موديل البوهيميان ده حلو قوي، واهم حاجه فيه واكتر حاجه عجباني فيه هو اللون الزيتوني مع الموديلات دي، بحسه حلو. جماعه طبعا كالعاده هو طويل، يعني عليا لازم هيلز عادي قوي، فبرضه على واحده طويله هيبقى مظبوط عليكي يعني، دون وري، عشان انا عارفه الطوال بيبقوا عكسي، انا كل حاجه لازم اقصرها وهما بيحاولوا يلاقوا حاجه ان هي تناسبكم، فده برضو هيبقى حلو قوي. خطير يعني من الحاجات الحلوه. زي ما قلت ممكن بقى ايه لو الدنيا ساقعه او واحده محجبه تلبس فوقيه دانم جاكيت، او يعني تقدر انها تعمل له ستايلينج بطرق تانية. والقماشه بتاعته لينن كتان، خفيفه قوي، فمناسب جدا للصيف للمصايف، هيبقى حلو قوي. بعد كده بقى عندنا توب سيمبل جدا بس هو فيمينين قوي وبناتي جدا. هو التوب ده بصوا موديله كده ان هو من هنا في ورده، والكتف التاني كانه مبرم كده فيبقى اوف شولدر، فحلو قوي، نازل كده فيه الرافلز. زي ما قلت حاجه سيمبل بس متدلع جدا، برضو يبقى حلو في المصايف، يبقى حلو ان انتي لو عندك بيرثداي او حاجه وعايزه حاجه متدلعه يبقى كيوت. فتعالوا نلبسه ونشوفه هيبقى عامل ازاي في اللبس. بصوا هو ده كده التوب، زي ما قلت لكم هو متدلع جدا، وعلى فكره هو متبطن، فهو يعتبر الماتيريال بتاعته كويسه والكواليتي حلوه، مش حاجه بسيطه كده غسله وتروح. والموديل بتاعه كيوت زي ما انتم شايفين، الورده، الرافلز، الوان شولدر او الاوف شولدر في الكتف ده كيوت قوي، عجبني جدا برضو في المصايف اعياد الميلاد، يعني جماعه حاجه متدلعه جدا. بعد كده بقى ساندل حلو قوي، حلو اوريهولكوا، برضو يعتبر من الحاجات الكلاسيكس اللي مش بتبطل خالص. بصوا ذهبي كده، وهنا من عند الرجل يتعلق على الرجل، فشكله حلو قوي. كريستال ده في السهرة يبقى خطير، طبعا هيبقى متعب شوية يعني، خلينا واضحين في الموضوع ده، بس شكله حلو قوي، الكريستالز اللي فيه خطيرة. جميل، تعالوا ان احنا نشوفه. عادة انا في الشوزات في السنادل بجيب نفس المقاس بتاعي، مش بكبر مش بصغر.
الا لو كاتبين في الريفيوز ان خلي بالكوا القطعه دي صغيره او القطعه دي كبيره، فانتوا برضو في شي ان ستيك ترو تو سايز، بس افضل ان انتوا تقروا الريفيوز عشان تعرفوا هل المقاس مناسب ولا لا. انتوا مش فاهمين قد ايه هو حلو، سباركل اللي فيه الحركه بتاعه التعبان. وعلى فكره جايز هو مش هو مريح يعني، مش مضايقني، فلا هو كيوت قوي. ده على فساتين السهرة خطير، جامد قوي، فيمينين جدا. اديهولكوا برضو من فوق عشان تشوفوا السباركل. بس كده الروايز، هي دي كانت الحاجات اللي انا جبتها النهارده. بجد هي حاجات حلوه جدا. زي ما قلت لكم انا اللينكات سايبها لكم في الديسكربشن تحت، سايبه لكم ديسكاونت كود، ما تنسوش ان انتوا تستخدموه على الاوردرات بتاعتكم من شي ان. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم وافادكم، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.